صلاح بينتفض للريدز في اسبوع مميز جدا جدا لليفربول. فوز على نابولي المتصدر الدوري الايطالي بهدفين مقابل لا شيء، منهم هدف في الدقيقه 85 للملك محمد صلاح قبل ما يرجع قدام توتنهام ويسجل هدفين ويبقى بينه وبين الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي 4 اهداف بس. الناحيه الثانيه يا بخت من اللي عنده كيفن دي بروين. كيفن دي بروين بيقدم اداء عظيم جدا في الدوري الانجليزي ومستر اسيست فعلا في الدوري الانجليزي. يا بخت اللي عنده كيفن دي بروين. وسقوط مدوي لمانشستر يونايتد قدام استون فيلا في عودة يوناي إيمري. هنتكلم عن الجولة ال15 في الدوري الانجليزي الممتاز مع الباش لعيب في حلقة جديدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة مع الباش لعيب في عودة الملك محمد صلاح والمنافسة القوية اللي بيقدمها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. الملك يعود قدام توتنهام في ديربي قوي جدا جدا بهدفين ولا أروع ولا أجمل عشان خاطر يفصلوا ما بينه وما بين هداف الدوري الإنجليزي الممتاز او الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز 4 اهداف بس وبيوصل للهدف 170. محمد صلاح قدم اداء عظيم خاصة مع التراجع الكبير لاداء ليفربول الموسم ده. ليفربول قدر ان هو يتجاوز دور المجموعات بالفوز على نابولي في اخر مباراة، منهم هدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 85. لكن هنقف وقفة هنا بسيطة جدا 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 على اداء ليفربول. يظل أرنولد الباك اليمين لليفربول هو نقطة ضعف جوهرية وقوية جدا 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 في دفاع ليفربول. يعني احنا شفنا قدام توتنهام بيريسيتش بيشطف أرنولد يمين وشمال ويجيبوا يمين ويجيبوا شمال وبيلعب كرات عرضية من ناحيته وبيشوط من ناحيته، لدرجة ان لولا موجود كوناتي كتاني قلب دفاع جنب فيرخل فان دايك كان شفنا اهداف كتير جدا من الجنب اليمين ليفربول اللي هو بيلعب فيه ارنولد، خاصة مع الثنائية اللي عملها توتنهام بوجود وسينيون جنب بيريسيتش. الاتنين عملوا ثنائي كبير جدا جدا ضغط على لعيب زي ارنولد في الباك اليمين. ارنولد اخطاؤه كارثية كالعادة، وكمان كان ممكن نقبل اخطاء ارنولد الدفاعية لو كان في لمسات هجوميه مؤثره لارنولد في الجانب الهجومي. لكن شفنا ارنولد تراجع مستواه كتير قوي السنه دي، ما شفناهوش بيقدم اداء هجومي يشفع له الاخطاء الدفاعيه اللي بيعاني منها دفاع ليفربول، وبقى نقطه ضعف اي فرقه عايزه تهاجم ليفربول بتهاجم من ناحيه ارنولد. الناحيه الثانيه مثلا روبرتسون بيقدم اداء عظيم جدا وشفناه في الهدف الاول مع تغيير مركز نونز من يورجن كلوب. يورجن كلوب لعب 4-3-3 بس الثلاثه اللي قدام كانوا توظيفهم مختلف، ما كانوش بيلعبوا جناحين وراس حربه، لا كانوا بيلعبوا راسين حربه وهم محمد صلاح وداروين نونيز وتحتيهم فيرمينيو. نونيز كان بيتطرف ناحيه الشمال جنب روبرتسون في الهجمات المرتده او الهجمات العكسيه اللي من توتنهام ضد ليفربول، عشان تبقى الخطه بدل ما هي 4-3-3 بتتحول ل 4-4-2 واضحه وصريحه. تمركز نونيز الجديد ده ساعد محمد صلاح في ان هو يسجل الهدف الاول لليفربول في وقت مبكر جدا، ويجي في اللقطة بتاعت المتكررة جدا مع محمد صلاح في الدوري الانجليزي، وهو دايما المدافع اللي بيبقى بيجري عليه محمد صلاح بيخاف منه كده ويرتبك ويلعب الكرة بدماغه غلط، فيضطر ان هو محمد صلاح يبقى هو والجون وينفرد محمد صلاح في الهدف الثاني من غلطة كبيرة قوي من مدافع كبير زي إريك داير. بيغلط غلطة ساذجة جدا ما يغلطهاش مدافع لسه بيتعلم يلعب بدماغه. بعد الهدفين اللي سجلهم ليفربول ادى خط نص توتنهام اداء عظيم جدا جدا جدا، خاصة الاوروجواني بنتنكور.
بنتنكور لعب مباراة عظيمة جدا من ناحية ان هو اللمسات بتاعته او الباصات بتاعته، دقة الباصات بتاعته وصلت ل 95%. يعني ده معناه ان هو كان بيتحكم في الريتم بتاع نص ملعب توتنهام لوحده خالص. لولا الاداء الغريب اللي لعب بيه توتنهام كان الوضع كان هيتحسن. الشوط الثاني ابتدى الوضع يتحسن في هجوم توتنهام، وقدر ان هو يسجل هدف عن طريق المهاجم المخضرم او البطل في توتنهام هاري كين كان بيلعب مع رقابه صارمه جدا مع كوناتي طوال المباراه. الكره الوحيده اللي سرح فيها هاري كين بعيد عن كوناتي قدر ان هو يجيب هدف تقليص الفارق لتوتنهام. توتنهام بالهزيمه دي بيرجع للمركز الرابع ب 23 نقطه، وليفربول بالفوز ده بيتقدم للمركز الثامن ب 19 نقطه. على القمه بقى مانشستر سيتي بيقدم اداء كارثي للاسبوع الثاني على التوالي، وبينقذوا وجود لعيب زي كيفن دي بروين في نص الملعب. مانشستر سيتي احرز هدف في الدقيقه 17 قبل ما يتعادل فولام من خطأ كارثي من جواو كانسيلو. غلط غلطة رهيبة واضطر ان هو يعرقل المهاجم فولام ويعمل ضربة جزاء وياخد طرد عشان يلعب مانشستر سيتي من الدقيقة 26 ناقص، وكمان يتعادل فولام عن طريق ضربة جزاء وتبقى النتيجة 1-1 قبل ما يجي الهيرو البطل مستر اسيست في مانشستر سيتي مع هالاند والثنائية الرائعة اللي بتشكل هجوم مانشستر سيتي السنة دي، وبتشكل ارقام كبيرة واعجازية من خلال صناعة الاهداف او عدد الاهداف المسجلة. بيقدر هالاند بعد الرجوع من الاصابة ان هو يحرز هدف فوز مانشستر سيتي على فولام في الدقيقة 95، ويظل الثنائي الابرز في صناعة اللعب وتسجيل الاهداف في الدوري الانجليزي الممتاز. ارسنال بقى مع ارتيتا بيواصل الصراع وبيواصل الصدارة وبيقتحم الصدارة في ديربي لندني خالص، ديربي لندن المشهور ما بين ارسنال وتشيلسي بفوز صعب جدا على تشيلسي. تشيلسي بيقدم اداء كارثي جدا 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 مع جرهام بوتر. شفنا مباراة ما فيهاش اي صناعة للاهداف او محاولة لتسجيل اهداف من ناحية تشيلسي. حتى الارقام بتقول الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعة لارسنال دخلت فيه هدفين وبوينت 11، يعني 2.11% هدف في المباراة. الناحية التانية بالنسبة لتشيلسي ما كملوش حتى نص في المية، بوينت 26% فرص متوقعة لتشيلسي. يعني تقريبا تشيلسي اداؤه الهجومي كان زيرو، مفيش اي اداء هجومي خالص لتشيلسي. بالنسبة لارسنال كان عنده 15 تسديدة على المرمى، منهم 5 ما بين الثلاث خشبات. الناحية التانية تشيلسي عنده 5 تسديدات بس على المرمى، منهم 2 بس ما بين القائمين والعارضة، في مباراة كارثية جدا لتشيلسي وتفوق واضح لارتيتا. وبيطلع جرهام بوتر بعد المباراة بيقول احنا لعبنا قدام الفريق الاقوى في الدوري الانجليزي. الناحية التانية بيرد عليه ارتيتا بيقول ان الصراع على اللقب لسه بدري قوي عليه، وان هو ما بيرشحش فريقه ان هو يبقى بطل الدوري الانجليزي الممتاز، الا انه هيظل يقاتل الى اخر رمق على بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. السقوط بقى المدوي لمانشستر يونايتد على فيلا بارك قدام استون فيلا فريق مضحك لاقصى درجة ممكن تتخيلها. تين هانج بيقدم اداء كارثي في اول 10 دقايق من المباراة، ويقدر استون فيلا ان هو يحط هدفين بالسهل الممتنع. يعني الجامايكي ليون بايلي بيقدر ان هو يسجل هدف في الدقيقة 7 قبل ما يعزز استون فيلا بالهدف الثاني من فاول. يعني اقل ما يوصف بيه ان هو اعجاز، خرافة. يعني بصراحة لوكاس دين بيشوط كورة زي ما الكتاب بيقول، دخية مش عارف يعني هيجيبها ازاي، يعني ينط لها ازاي. فاول يدرس. بيقدر في الدقيقة 11 ان هو يتقدم لاستون فيلا ب 2-0.
المباراه خلصت هنا المباراه خلصت. انت نازل اول 10 دقايق خسران 2-0، فالمباراه انتهت من الدقيقه 11. يوناي امري قدر ان هو في اول مباراه ليه مع رجوعه للدوري الانجليزي الممتاز قدام قدام مانشستر يونايتد مع استون فيلا، ان هو يخلص المباراه في 10 دقائق. 10 دقائق كانت كفيله ان هو يخلص الماتش. حاول تين هانج ان هو يستعيد زمام الامور، حتى الشوطه الوحيده لمانشستر يونايتد طوال المباراه واللي جاب منها الهدف عن طريق لوك شو، كرة خبطت في ظهر رامسي وتحولت لهدف في نهاية الشوط الأولاني. غير كده مانشستر يونايتد وقف عاجز تماما عن ان هو حتى يهدد مرمى استون فيلا. لا ومش كده كمان، ده بداية الشوط الثاني كانت كارثية برضه، وقدر رمزي اللي خبطت الكرة في ظهره في نهاية الشوط الأولاني وجات هدف في مرماه ان هو يعزز بهدف ثالث لاستون فيلا عشان يقضي على احلام تين هانج في المباراه والعوده للمباراه، ويقضي على احلام تين هانج كمان في ان هو يوصل للمركز الرابع وينافس توتنهام. اداء كارثي جدا جدا من كل اللعيبه. ما تعرفش تين هانج يعني، حتى مش معقوله ان انت يبقى عندك لعيب مثلا لما ينقص في نص الملعب الدنيا كلها كده تتكهرب، وتحس ان الفريق مش قادر ينقل كرة في نص الملعب ولا قادر يصنع فرص. مفيش ولا فرصة واحدة حتى على المرمى قدر يصنعها مانشستر يونايتد طول المباراة. اداء كارثي، وما اعتقدش ان مانشستر يونايتد السنة دي هيعمل اي حاجة في اي حتة لا في الدوري الاوروبي ولا في الدوري الانجليزي. نيجي بقى للحصان الاسود البطوله ونيوكاسل فرقه يعني ايه، ما بتعرفش تكسب غير 4. لا هو يا نكسب 4 يا ما نكسبش، هو يا 4 يا بلاش. هو لازم احنا نكسب 4، اقل من 4 لا واكتر من 4 لا. في مباراه جميله جدا من نيوكاسل، قدر نيوكاسل ان هو يغلب ساوثهامبتون برباعيه مقابل هدف، 4 اهداف مقابل هدف. الاسبوع اللي فات برضه غلب 4، والاسبوع اللي قبله غيره ب4. يعني هو ما بيعرفش يتكيف غير على الاربعات، هو ظابط نفسه على الاربعه. 4 لا 4 في مباراه يعني جميله جدا 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 يعني. انا بصراحه يعني كنت بتفرج على الشوط الاولاني لمانشستر يونايتد، الاداء بتاع مانشستر يونايتد خلاك اتقفلت يعني قلبت الناحيه الثانيه على نيوكاسل بصراحه ماتش يعني سيرك حفله. فالحفله بتخليك مستمتع جدا جدا بالدوري الاعرق في العالم، هو الدوري الانجليزي الممتاز. فرقه كبيره جدا وادائها عظيم جدا السنه دي نيوكاسل، واتوقع ان هم ممكن يزاحموا مانشستر سيتي وارسنال في الصداره السنه دي. دي كانت اهم تحليلاتنا وتعليقاتنا عن الجوله ال15 في الدوري الانجليزي الممتاز. بنبارك لابو مكه اقترابه من ان هو يبقى الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز. استنونا مع الباش لعيب في حلقات جديده، ومنتظرين دعمكم، وتعملوا لنا لو عجبتكم الحلقات تعملوا لنا لايك وشير للحلقه دي، وكمان تعملوا لنا سبسكرايب للقناه. واستنونا في حلقات جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.